ازيكم يا جماعة؟ في الفيديو ده هنتكلم عن لغة بايثون. ليه هي من اسهل واقوى لغات البرمجة، وليه تعتبر اختيار ممتاز لو هتبدأ في مجال البرمجة دلوقتي. لو مهتم تبدأ تتعلم برمجة ومش عارف تبدأ منين، ركز معايا. لغة بايثون هي لغة برمجة بسيطة وواضحة وسهلة القراءة. يعني الكود اللي بتكتبه فيها شبه اللغة الإنجليزية، مفيش أقواس كتير ولا تعقيد، وده بيخليها مثالية لأي حد لسه بيبدأ. غير كده بايثون ليها مجتمع كبير قوي بيساعد، ودروس تعليمية في كل حتة. يعني لو وقفت في حاجة مثلا هتلاقي 1000 فيديو و1000 شرح يساعدك. المميز في بايثون انها مش مقتصرة على حاجة واحدة، تقدر تستخدمها في حاجات كتير زي تحليل البيانات، الذكاء الصناعي، برمجة المواقع، والعاب بسيطة وادوات اوتوماتيكية وسكريبتات يومية. يعني تتعلم حاجة واحدة تقدر تستخدمها في 5 مجالات مختلفة. الطلب على المبرمجين اللي بيعرفوا بايثون عالي جدا، خصوصا في الشركات اللي بتشتغل في مجال التكنولوجيا والتحليل. لو دخلت لينكد ان او مواقع توظيف هتلاقي وظائف كتير بيطلبوا فيها بايثون كمهارة اساسية. وكمان تقدر تشتغل فريلانس من بيتك او حتى تبني مشروع خاص بيك. ابدأ بحاجات بسيطة، اتعلم تطبع جملة، تعمل آلة حاسبة أو برنامج بيحسب درجات. خد كورس واحد زي بتاع فري كود كامب أو كود أكاديمي وامشي فيه خطوة بخطوة. وفي أدوات زي تشات جي بي تي تقدر تسأله أي سؤال وهو هيساعدك. حرفيا هتحس إن معاك مدرس طول الوقت. لو عاوز تدخل في عالم برمجة يبقى بايثون هي البوابة السهلة والسريعة. وافتكر ان اهم حاجة انك تبدأ، وما تنساش تكون فاهم كل حاجة. ابدأ غلط وتعلم. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة، وسيبلي في الكومنتات ايه اول برنامج نفسك تعمله ببايثون. بشوفكم في الفيديو الجاي.